بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم فيديو جديد ويوم جديد. لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد أنا بعمله. بصوا بقى النهاردة كده قمت عملت كده روتين. أول روتين أعمله في بيتي، كنت سايبة من بعد الجواز البلكونة كانت تضرب تقلب، وكان عندي دورة غسيل كده. المهم قمت كده من النوم، فتحت الستاير عشان النور ربنا يدخل. تمام. كنت بقى فرشة الحافظة دي كده على السجادة، لان السجادة دي فيها ابيض كتير. وهنا كنا مطلعين اللي هو السماعات دي كده بره. المهم وكنا عاملين كده قعدة عربي في البلكونة. طبعا بقى كانوا اهلي عندي وكده، فكان في الارض شوية بقى قشر لب، ويعني البلكونة كانت تضرب تقلب. المهم شغلت كده المكنسة الاول، بدأت ان انا اكنس السجادة كلها، وجبت بقى مية نضيفة فيها دوني وكلور، وبدأت ان انا امسح الارض. مسحتها وسبتها تنشف ورجعت تاني السجادة. حطيت بقى اللهم صل على النبي، رجعت تاني القعدة دي كده مكانها اللي انا عاملاها دي. وفي بطاطين كده، بطانية انا حطاها على السجادة من اخر الجدار هناك، عشان احنا حاطين بغبغانات كده في البلكونة فبتبهدل لي الارض، فانا حاطة دي كده مؤقتا على السجادة. خلصت بقى جنب البلكونة اللي هناك. هنا انا كنت عامله كافي كورنر. هو مش كافي كورنر يعني، اللي هو على مستوى كده، حاجات بسيطه جدا. انا عندي رخامه في البلكونه حاطه فيها كوبايات، وحاطه فيها ميه، يعني ازايز ميه. وفي البلكونه عموما في حنفيه يعني ان انا املى منها وكده. تمام. نزلت كل اللي موجود على الرخامة، وبدأت ان انا امسح الرخامة. الدنيا معشقة عندي تراب، لان ساعات انا التراب بيدخلي بطريقة فظيعة، لان انا في السابع والتراب يعني مش عارفة ازاي الدور عالي والتراب كده مبهدلني. المهم رحت غسلت الكوبايات دي ومسحت الستاند ده. هنا جايبين قلة، مش عارفة كله هيعرفها ولا لأ. المهم كنت حاطة السماعات بقى تحت الدي جي، السماعات تحت الرخامة دي، فشلتها هناك كده. حاطة جنب الغسالة تلفزيون. قلت مؤقتا احنا كده كده السماعات دي هدخلها جوه بعد السبوع، فانا حطيتها في البلكونه كده. بالليل كده ساعات بنشغلوها كده، ف يعني ايه بيكون الجو حلو في البلكونه بالليل. فانا حطيتها على التلفزيون كده مؤقتا لغايه لما مصطفى يدخلها بقى ان شاء الله كده جوه. في الوقت ده انا كنت مشغله دوره الغسيل برضو، عملت نفس الجنب التاني عن ناحيه الغساله كده، شلت الحافظه ومسحت ومشطت برضو السجادتين. انا هنا حاطه الحافظه دي على السجاده اللي هي قدام باب البلكونه، لان السجاده دي فيها معظمها ابيض، فخايفه تتبهدل اكتر من يعني تتبهدل، فعشان كده مغطياها. لكن التانية معظمها بيج، فمش مشكله. تمام. مشطتها بقى كده كويس، واخدت البلكونه وكمان من ناحيه الترابيزه كده، من ناحيه السفره برضو لميت كده التراب. الدنيا عندي معشقة تراب. هنا بقى كانت الغسالة خلصت. نشرت الغسيل بس. وده الفيديو بتاعنا النهاردة، فيديو خفيف كده وبسيط. استنوا بقى مني كل جديد. يا رب الفيديو يعجبكم، و متنسوش بقى دعوة منكم حلوة كده منكم ليا. مع السلامة.